ازيكم؟ اهلا بيكم في قناه ريحانه. النهارده عملنا وصفه لذيذه قوي، عملنا ميني حواوشي. وصفه جميله سهله سريعه، طعمها فظيع. فظيعه بجد، احلى حواوشي كلته في حياتي. طعمه احلى بمليون مره من بره. انسوا بقى خالص. فظيع فظيع فظيع. وطبعا تنفع في طبق كده في العزومات جنب بقيه الاصناف، هيسد معاكي ويبقى سلفيز كده ايه محترم. طريقة اهم حاجة، عايزين كبة وبصل كتير وفلفل اخضر. تقدروا تحطوا كمان فلفل حراق، انا حطيت حتة بسيطة جدا من فلفل حراق. وبعدين هحط ليا اللي هي ضروري. ضروري طعمها مش هيبقى باين اصلا في الحواوشي، بس هتديله طعم حلو. بس مش تبقى باينة قوي ان هي في ليا في الموضوع. بعد كده بنزل بكمية اللحمة بتاعتي اللي انتي هتستخدميها. ليه بقى ضروري الكبة؟ لان الكبة هي اللي هتخلي قوام اللحمة مظبوط معايا وهتخليه متماسك وحلو. طيب نرجع لبقية المقادير. هنحط بقى خلطة الحواوشي اللي هي برضو ضرورية جدا جدا جدا، اللي هي بتدي طعم حلو جدا وبتفرق جدا في طعم الحواوشي. يعني ضروري، ضروري. حاجات كتير قوي بقول لكم مش ضروري، ممكن نستبدلها بحاجة. بس لا، بصراحة الخلطة دي جميلة جدا. حطوها كلها على كمية، دي كانت نص كيلو من اللحمة. على الكمية دي خطيرة. اهم حاجة نزود البصل عشان الحواوشي بيحب البصل جدا. نروح بقى ندي ضربة كده ايه محترمة للكلام ده كله. ضربة يعني ايه؟ ضربة كده حلو لحد ما نوصل للقوام اللي انا هوريهولكوا. في الاخر هنزود بقدونس. كتروا بقدونس عشان انا حطيت قليل، فحسيت ان انا محتاجة اكتر، بقيت احطه جوه الحواوشي بعد ما استوى. بس انتوا ايه، حطوا تاني بقدونس. يعني انا ما حطيتش الكمية دي كلها، حطيت حتة بسيطة منها. نيجي بقى للعيش. العيش القمر ده عيش كده بيتباع عند الناس اللي هم اللي بيعملوا الجلاش والرقاق والكنافة والقطايف والحاجات دي. العيش ده بيبقى موجود عندهم. انا مش عارفة العيش ده اسمه ايه، بس هو عيش طري جدا. وحلو جدا اصلا، تاكلوه كده لوحده وهو لذيذ بصراحة. حلو جدا. طيب احنا بقى ايه، هاخده هقسمه بالنص كده، وابتدي ان انا احشي كل نص رغيف بالشكل ده. كل نص رغيف احط فيه جوه اللحمة كمية حلوة، وبعدين بقفل وبحطه في الصينية، وهندخله طبعا الفرن او ممكن تسووه من فوق على البوتاجاز براحتكم. بصوا كأننا بنعمل سندوتش عادي خالص. اما نقسمه من النص هيبقى على فكرة هيبقى اسهل واحسن ليكم بكتير. يعني حتى لو انتوا عايزين تستخدموا العيش البلدي بتاعنا، اقسموه من النص احسن بالمقص كده، وابتدوا حشوه انصاص، هيبقى اسهل في الاكل بعدين. وكمان هيبقى اسهل في طريقة الحشوة نفسها يعني. هيبقى حلو قوي. بس بصوا اللحمه بقى شكلها عامل ازاي. انا عايزه اللحمه تبقى بالشكل ده. دي كده هتبقى ده هيبقى شكلها علشان يبقى طعمها حلو وتمسك جوه العيش كويس قوي. ومتبقاش بقى متفتفته وكل حاجه لوحدها كده والكلام ده كله وتقع من جوه الرغيف. ده مش صح خالص. هندهن الصينيه اللي هندخلها الفرن، نبتدي ان احنا ندهن ايه زيت كده في الصينيه من تحت، وندهن كل العيش اللي احنا عملناه ده من فوق كده بالزيت. بشوف مش بنستخدم زيت كتير ولا اي حاجه، يدوب بس مسح الزيت كده من فوق ومن تحت على كل نص رغيف من الميني ده. كان فظيع، احلى والله بكتير قوي من العيش البلدي. وموجود ومتوفر عند كل الناس اللي بقولكم عليها. دايما بيبقوا حاطينه كده جنبهم. كيس العيش ده بيبقى حلو قوي، حلو جدا اصلا في الفول وفي الجبنة ومع اي حاجة. بس كان خطير مع الحواوشي بصراحة. نتبع بس التركات والحاجات اللي انا قلتها، وهيطلعوا احلى واجمل حواوشي ممكن تاكلوه اصلا. حبيت اعمل الفكرة دي يبقى كده سيرفيس للناس اللي بتعمل عزومات في رأس السنة وكده، بيبقوا محتارين يعملوا ايه جنب الحاجات. فده طبق من ضمن الاطباق اللي بتبقى لذيذة. هنا دخلت الفرن، قعد حوالي تلت ساعة او 25 دقيقة وبس. كان استوى وكان قمر زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة بقى ايه، نغطيه. اول ما يخرج من الفرن نغطيه كويس ونسيبه كده يهدى شوية، علشان العيش ما يبقاش ناشف قوي كده وما يبقاش حلو. فاهمين قصدي؟ عشان يبقى طري وفي نفس الوقت مقرمش وفي نفس الوقت فظيع. واللحمه مستويه وكله تمام. عارفين اللحمه المفرومه مش بتاخد وقت اصلا في السوا. ندب بقى كده في الطحينه وايه وخيال بقى، جنب شويه بطاطس محمره، والموضوع كان بجد رهيب 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 يعني.
احلى حواوشي والله العظيم بجد كلته في حياتي يعني. معلش هنقعد نشكر في الوصفة شوية حلوين وبس. يا رب الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.